السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة العشاب الصغير محل الشيخ العطاري. النهاردة هنعمل خلطة طلبت مننا كتير قوي بسبب دخولنا بقى طبعا على رمضان. البهارات دي أو الخلطة دي بتستخدم بقى للفشار، للشيبسي، بقى للناس اللي بتعمل الشيبسي كل يوم في البيت، الناس اللي ممكن تعمل خلطة بطاطس بصلصة أو خضار، وهي بهارات الشرق الأقصى. دي بتبقى بديل اللي هي الأطعمة اللي موجودة في المحلات، علشان خاطر برضو احنا نبقى في رمضان مش هنفطر على حاجات فيها جلوتامات صوديوم، فيها مشكله كبيره تقدر تاذينا من الصيام طول اليوم. النهارده عملنا البهارات دي، هي مكمله لخلطه الكاري اللي كانت موجوده في الحلقه اللي فاتت، لان هي لها نص يعني النصيب الاكبر. بصراحه ريحتها قويه جدا. عملنا منها الساده اللي هي بالشكل ده، وعملنا منها اللي هي المخلوطه بالورق الاخضر اللي هو الزعتر والكرفس، البقدونس اللي هو بنقول عليها السوري بالشكل ده. طعمها جميل، لها ريحه حلوه. تعالوا نقول المكونات بتاعتها الاول ونشوف ايه التكات اللي هي موجوده فيها. بعض الحاجات زودناها وفي حاجات لا، في حد بيعملها بطريقه كذا، في حد بتعملها بطريقه كذا. تعالوا نعملها الاول ونرجع لكم مره ثانيه. بهارات الشرق الاقصى، اول حاجه الكاري اللي احنا لسه عاملينه في الحلقه اللي فاتت. ممكن نستبدله بالكركم لو هو مش موجود، بس الكاري افضل، وخصوصا اللي احنا عملناه في الحلقه اللي فاتت. بابريكا اسباني، ممكن استخدم برضو المدخنه، مش هتقولي لا، وهتبقى مدياني ريحه حلوه لو انا هستخدمها عشان خاطر البطاطس او الكلام زي ده. كمون بلدي، كزبره بلدي، زنجبيل ابيض صيني، شطه حاره، فلفل اسمر ناعم، حبهان، قرفه صيني، توم والبصل الشرايح، زعتر. ده ممكن بقى نضيف بعض الخضروات، الزعتر، البقدونس. اخر حاجه بقى معايا الملح الليمون، ملح العادي، ملح الصيني. دي كده الخلطه بعد الطحن. ما شاء الله، الله اكبر، ريحتها عاليه جدا، نفاذه قوي، ريحتها نفاذه قويه، تنفع معايا في الطواجن، البطاطس، بطاطس الصينيه، تنفع في حاجات كتيره. تعالوا نطلعها بس كده ونشوف شكلها عامل ازاي. ده كده الشكل النهائي بتاع البهارات الشرق الاقصى. في برضو ممكن نضيف لها بعض الحاجات، ممكن نعمل حاجه تانية برضو. هنجيب البهارات ونضيف لها شويه ورق بقدونس، شويه زعتر، ونقلبها على بعضها بالشكل ده، وهتبقى معايا بشكل احسن، وهيبقى لها ريحه مختلفه تانية. لو انا عايز استخدمها مثلا في البطاطس الخضار، عايز اعملها زي البهارات بتاعه الفشار بطعم الخضار، هتبقى ريحتها قويه جدا، وهيبقى الشكل النهائي بتاعها بالشكل ده. ورجعنا لكم مره تانية بعد ما عملنا خلطه الشرق الاقصى. من الحاجات اللي هي روايح قويه جدا، ريحتها نفاذه. احنا اتعودنا نعمل بهارات صافيه، كلها بهارات خام، مفيش فيها اي اضافات، لا ملح صيني ولا ملح برازيلي ولا اي كلام من ده. بتطلع نتائجها قويه جدا، ريحتها حلوه، طعمها لذيذ، ما بتغيرش، لو اتاخرت ما بتكتلش. كل ده موجود معانا. لو حد محتاج كميات متوفر، لو حد محتاج منها بهارات ميكس، هنقدر نوفرها لكم، عبوات الصغيره لست البيت. لو في اي حد محتاج بهارات معينه، عنده عزومه معينه وعايزنا نخدمه فيها، تحت امركم. هسيب رقم التليفون واشوفكم على خير في فيديو جديد من خلطات العشاب الصغير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.